الأعمال التي تركت بصمتها في وجدان الجمهور. الأسمري الذي عرف بأسلوبه الشعري الراقي وكلماته التي لامست القلوب كان واحدا من الأسماء البارزة في كتابة الأغنية الخليجية، حيث تعاون مع عدد من الفنانين الكبار وقدم لهم أعمالا حققت نجاحا لافتا. وتميز عبد الله الأسمري بلغة شعرية عذبة وأسلوب راق جعل أعماله تتردد على ألسنة الجماهير، إذ تعاون مع نجوم بارزين في الساحة الخليجية، وساهم في إثراء المكتبة الموسيقية بعدد من الأغاني التي لاقت صدى واسعا بين عشاق الطرب. كانت كلماته مفعمة بالإحساس، مما جعلها محط اهتمام كبار الملحنين والمطربين الذين حرصوا على التعاون معه في العديد من الأعمال. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع خبر وفاة الأسمري، حيث نعاه الفنانون والجمهور بكلمات مؤثرة، مستذكرين أعماله التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة. وأكد العديد من المتابعين أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للساحة الشعرية والفنية في الخليج، داعين له بالرحمة والمغفرة. الشاعر الغنائي عبد الله جابر الأسمري الذي رحل مساء أمس الخميس 13 من مارس عام 2025 الموافق 13 من رمضان عام 1446 هجرية، بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب، كان واحدا من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية السعودية، حيث قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الأغنية الخليجية